السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معايا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة زي ما وعدناكم هننزل الإصدار المجاني من الأداة بتاعتنا فيرجن 2.1. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح ونتعرف على الأداة بتاعتنا ونعرف نظام الأداة بالظبط ونفهم كل تفصيلة موجودة في الأداة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح نشترك في القناة ونفعل زر الإشعارات علشان يوصلكم أي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح. اهلا بيكم معانا النهارده مره تانية، والنهارده هنتكلم عن الاداه بتاعتنا، وطبعا هتلاقي الرابط موجود تحت الفيديو، وهتلاقي طبعا ملف تثبيت عادي خالص. هتبدا تثبته بشكل طبيعي جدا زي اي اداه، زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. هيبدا يظهر معاك اللغه وتبدا تضغط اوكي، وبعد كده نيكست نيكست لغايه النهايه، وبعد كده هيخرج لك ايقونه على سطح المكتب زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. دي ايقونه البرنامج بتاعنا. هنبدا نفتح الاداه كمسؤول مع بعض. اول ما بنفتح الاداه كمسؤول بتفتح معاك صفحه القناه بتاعتنا، يا ريت تدعمنا فيها بالاشتراك. وهتلاقي برضو رابط الموقع بتاعي، هتلاقي برضو فيها كل البرامج وادوات حصريه موجوده في الموقع والقناه. بعد كده هتظهر معانا الواجهه اللي حضراتكم شايفينها. طبعا في تطور كامل في الاداه وشكل كبير جدا. العمليات اللي هنا تم اضافه معالجات كتير جدا، يعني عمل ضبط مصنع لاجهزه الام تي كي اتغير بشكل كامل. يعني هنا هتقدر تعمل ضبط مصنع لاحدث اجهزه ام تي كي او احدث معالجات الام تي كي. عندنا طبعا عمليتين نقدر من خلالهم نعمل ضبط مصنع للجهاز او عمل ضبط مصنع بدون حذف البيانات. العمليه اللي بعد كده انك هتقدر تعمل ضبط مصنع، تقدر تعمل اللوك البوت لودر والريلوك البوت لودر، تقدر تحذف الديمو من اجهزه فيفو، وتقدر تعمل باك اب للايمي وريستور للايمي لاجهزه طبعا الام تي كي. طبعا الواجهه دي شرحناها قبل كده، لكن تم تحديث جميع ملفات الدي اي الخاصة بمعالجات الام تي كي. طبعا كل القوائم دي شرحناها بالتفصيل قبل كده، لكن الأداة بتاعتنا تم تحديث جميع ملفات الدي اي الخاصة بالام تي كي. يعني معالجات الحديثة جدا هتلاقيها شغالة على الأداة بضغطة واحدة وبدون أي مشاكل. طيب قبل ما نبدأ في القوائم التانية لازم نكون فاهمين حاجة. القوائم التانية دي كلها لازم عملية تسجيل علشان خاطر تشتغل معك. تمام. احنا اتفقنا ان احنا هننزل الام تي كي مجاني دايما، حتى التحديثات بتاعته هتكون مجانية، وقسم التفليش برضه هنخرجه من هنا ونبدأ برضه ننزله بشكل مجاني. طيب ضفنا لكم هنا في البداية زرار ستوب، لان في ناس كتير طلبت مننا يكون في زرار ستوب، وحطيته لكم في كل العمليات اللي هنا. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ كل القوائم دي بيتم التعديل عليها حاليا، وبيتم اضافة عمليات كتير جدا زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. في البداية اول ما انتهي من عملية تنزيل السورس بتاعي على السيرفر وابدا افعل السيرفر، الاداة هتتصل بالسيرفر بشكل اوتوماتيك. وبعدها هنبدا نطلب من الناس اللي عايز يسجل في الاداة، هنسجله في الاداة من خلالي. وطبعا هحدد اكتر من شخص هيكون من خلاله برضو التسجيل، يعني هيكون في اكتر من حد هتقدر من خلاله انك تسجل في الاداة. تمام. وسعر الاداة طبعا هيكون رخيص جدا مش غالي، يعني هيكون سعرها ارخص اداة موجودة باذن الله. طيب تعالوا نشوف مع بعض القوائم اللي بعد كده. هنلاقي قائمة سامسونج، هنلاقي فيها الاي دي بي والام تي بي وداونلود وتيست مود. تمام. دي كل القوائم اللي احنا ممكن نحتاجها في سامسونج. اول حاجه طبعا في الاي دي بي قراءه معلومات الجهاز بشكل كامل، وهتلاحظ هنا ان الاداه بتاعتنا بتقرا جميع معلومات سامسونج بتفاصيلها بمعلومات كتير جدا، حتى البلد الموجه ليه السوفت وير. طبعا ريموف اف ار بي ازاله حساب جوجل وعمل ضبط مصنع وازاله سامسونج اكونت، وطبعا ازاله النوكس. وطبعا بالنسبه للاجهزه القديمه تقدر تعمل ازاله الاف ار بي، وطبعا انيبل داتا اللي هي الفور جي، وتقدر تعمل ديسيبل او ايقاف لحساب مي كلاود بالنسبه لوضع الاي دي بي، وتقدر تعمل ازاله للتطبيقات الخاصه بالشركات اللي بتكون موجوده على السوفت وير الخاصه باجهزه سامسونج. بعد كده هنلاقي ريموف اف ار بي اللي هو ازاله حساب جوجل عن طريق وضع الام تي بي. وعندنا هنا حاجه جميله جدا ضفتها لكم في الاداه، انك تقدر تعمل انيبل اي دي بي فقط، يعني تقدر تفعل وضع الاي دي بي بس، لان في ناس بتبقى محتاجه تفعل وضع الاي دي بي وما تشيلش الاف ار بي، يعني محتاجه تعمل عمليه تانية غير الاف ار بي. تمام. فانا ضفت هنا قلت اعمل لكم اضافه لتفعيل وضع الاي دي بي بس. وبعد كده لو انت عايز تعمل ازاله الاف ار بي عندك ازاله الاف ار بي، عايز تفعل الاي دي بي وتزيل الاف ار بي في عمليه واحده موجوده برضو. تمام. بالنسبه لوضع الداونلود هتلاقي برضو قراءه معلومات الجهاز، ازاله حساب جوجل، عمل ضبط مصنع للاجهزه والمعالجات الحديثه من اجهزه سامسونج او الحمايات الجديده من اجهزه سامسونج، وطبعا ريموف سامسونج اكونت، وازاله تطبيقات الاجهزه. وضع التيست مود هتلاقي قراءة معلومات الجهاز بشكل كامل، تفعيل وضع الاي دي بي، ازالة الاف ار بي، ازالة وعمل ضبط مصنع كامل للجهاز، وازالة
سامسونج اكونت. دي العمليات اللي ممكن تحتاجها في اجهزه سامسونج بشكل كامل. الجميل في الموضوع ان انا ضايف لك الحمايات الجديده بشكل كبير جدا، واحدث حمايات موجوده لعند تاريخ الفيديو ده. تمام. فزي ما حضراتكم شايفين الاداء في القسم ده لسه فيها تطوير كتير، يعني مش هتنزل كده. الاداء في الابديت الجديد اللي هيشتغل فيه السيرفر، الاداء هتكون قويه جدا، وباذن الله هتكون من اقوى الادوات اللي موجوده. بعد كده هروح لقسم هواوي، وقسم هواوي تقريبا ربعه اللي اتعمل بالظبط. يعني الموديلات اللي موجوده معانا هنا ربع الاجهزه اللي هتكون مدعومه في الاداء عند تفعيل السيرفر. فخلينا ناخد فكره مع بعض كده. في الاصدار اللي هيتم تفعيل فيه السيرفر باذن الله هيكون 90% من معالجات كيرين مدعومه في الاداء زي ما حضراتكم شايفين. دي اجهزه بس كاوليه للشغل على الاداء زي ما حضراتكم شايفين. بالنسبه لمعالجات كيرين فانت بتختار المعالج بتاع الجهاز بتاعك، وتقدر تعمل الجهاز عن طريق التيست بوينت من هنا. بضغطه واحده باذن الله الجهاز بيفك معاك بدون اي مشاكل. وزي ما حضراتكم شايفين الاداء تم تجربتها في سامسونج كل العمليات، فكل العمليات اللي تم اضافتها في الاداء تم تجربتها جهاز جهاز زي ما حضراتكم شايفين. هنروح بعد كده لمعالج الاس بي دي، وهتكون اقوى اداة باذن الله في معالج الاس بي دي، لان فيها كل المعالجات الحديثه جدا، كل الايتل، كل الانفينكس، كل الريلمي. وبضغطه واحده حتى الريلمي سي 21 واي حاطط لك الثلاث فيرجنات بتوعه زي ما حضراتكم شايفين. الجهاز ده منه ثلاث فيرجنات، الثلاث فيرجنات اللوادر بتاعتها موجوده. هتقدر تعمل ازاله الاف ار بي وفورمات داتا لو عايز تفرمت الجهاز بشكل كامل بضغطه واحده وبطريقه سهله جدا زي ما حضراتكم شايفين. تختار الجهاز وهتختار العمليه توصل الجهاز على وضع البروم اللي هو ضغط على زرارين رافع الصوت وخافض الصوت. طبعا الاس بي دي لسه في اضافات كتير جدا هيتم اضافتها. طبعا لو لاحظنا هنا اسماء المعالجات، ودي المعالجات دي من احدث معالجات الاس بي دي. هنروح بعد كده لقائمه فلاش، وقائمه فلاش انا حبيت اعمل فيها فكره كده تكون جميله. جمعت لك فيها كل التفليش بتاعت الاجهزه. الفكره ما اتعملتش قبل كده، فانا حبيت ان انا اخلي التفليش او السوفت وير في مكان واحد كله. بالنسبه لسامسونج او الام تي كي او الاس بي دي او كوالكوم زي ما حضراتكم شايفين قسمت لكم كل تنزيل السوفت وير في مكان واحد. هنروح لاجهزه سامسونج زي ما متعودين. طبعا الخمس ملفات بتوعنا بنختارهم بشكل طبيعي. واجمل حاجه في قسم سامسونج ان تم اضافه اليوزر داتا، تفليش اليوزر داتا لتاب اولى ثانوي الجديد علشان تقدر تعمله ضبط مصنع وتخرجه بره المنظومه. الأداة شغالة وفعالة في الجزئية دي، وجربتها بشكل عملي على أكتر من جهاز، وكمان تم تجربتها على الإصدارات الحديثة من السوفت وير الخاص بتاب المدارس، وتم تجربتها وهيتم تنزيل شرح عملي كامل بإذن الله قريب على القناة. وطبعا نفس الفكرة وبدون أي مشاكل. هتختار الفلاشة بتاعتك، وبعد ما تختار الفلاشة بتضغط فلاش وبتختار الوضع بتاعك، يا إما فورمات أو تختار سيف إيرث اللي هي فورمات آمن، وتبدأ تقوم بضغط على كلمة فلاش علشان تنزل السوفت وير بتاعك بشكل طبيعي. والاس بي دي نفس الكلام بالظبط، ونفس الفكره ونفس الطريقه. وطبعا لو حبيت تحدث ملف الان فريم الخاص بالسيريال تقدر تقوم بالعمليه دي بضغطه واحده وبطريقه سهله جدا من على الاس بي، على معالجات الاس بي دي. الجزء الجميل جدا اللي انا ما قلتلكوش في الام تي كي انك تقدر تعمل ريد فول للفلاش، تقدر تعمل قراءه كامله للسوفت وير الخاص باجهزه الام تي كي. برضه لسه هيتم اضافات كتير جدا في الاداء، يعني الاداء مش هيكون ده الشكل النهائي ليها. لسه شغالين في الاداء، يعني قدامنا بتاع شهرين ولا حاجه تظبيط اضافات جديده، عمليات هتتم اضافتها. مش هيكون ده الشكل النهائي، لكن انا حبيت انزل الجزء اللي احنا تم التعديل عليه بحيث الناس تقدر تجربه وتدي لنا رايها في التعليقات، علشان نقدر لو في مشكله ولا حاجه نحلها مع بعض قبل ما ننزل الاصدار النهائي من الاداء. بعد كده معالج كوالكوم، هو تفليش عادي خالص زي ما حضراتكم شايفين، سوفت وير كامل لاجهزه كوالكوم. بعد كده ريجستير، وريجستير دي اتكلمنا عليها في بدايه الفيديو. هيتم رفع السورس على سيرفر، وبعد رفع السورس هيتم فتح باب التسجيل للأداة بإذن الله. لما نسجل في الأداة هتبدأ تشتغل معاك كل القوائم دي ما عدا الام تي كي. الام تي كي زي ما وعدناكم هيفضل مجاني، وهيتم تحديثه برضه بشكل اوتوماتيك. كل ابديت هنعمله على الاداه هيتم تحديث واجهه الام تي كي، وهتفضل مجانيه بشكل دايم، لان الام تي كي انتشر جدا، فلازم طالما السورس جاي مجاني فهنزله مجاني بدون اي رسوم. بكده النهارده يكون قدرنا نشرح لكم شويه عن الاداه بتاعتنا، ويا رب تعجبكم. مستني رايكم في التعليقات، وقريب جدا جدا هننزل فيديو عملي على شويه عمليات كتار جدا على الاداه، وكمان هنبدا نعلن عن تشغيل السيرفر علشان الناس تبدا تجرب معانا. وبرضه هيكون في جوائز كتير جدا جدا من الاداه للمشتركين معانا في القناه، علشان يبدا الناس تجرب معانا الاداه برضه، ونبدا نشوف كل حاجه بالتفصيل بشروحات عملي في الفتره اللي جايه. فقريب جدا هيكون في
مسابقات كتير جدا على القناة. أول ما السيرفر طبعا يشتغل هيكون في مسابقات بشكل كبير جدا على الأداة بتاعتنا. وبكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب يكون عجبكم، ويا ريت أي حد يقوم بأي عملية يكتب لي رأيه في التعليقات. وبكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.